بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم التلات بتاريخ 24/9/2024. إن شاء الله معنا في الفيديو الأسعار اليومية اللي تهم حضراتكم متابعين القناة. معنا أسعار الرز والذرة والقطن والفول والفاصوليا والكراوية، فتابعني للآخر عشان يوصلك كل المعلومات. طبعا بنقدم في القناة حال السوق والأسعار اللي ماشية في السوق، ومعانا طبعا أسعار كتير، يعني أسعار غير أسعار الرز، معانا أسعار تانية طبعا تهم حضراتكم. الفيديو بيطول شوية عشان بنسرد فيه كل الأسعار. بالنسبة لسوق الرز النهاردة وأسعار الرز الأبيض، البضاعة الأبيض العريق كسر من 1 ل3% على جودة زيت وبخار وسوليتكس. بيتراوح سعر الطن من أرض المضرب شكاير كمبيوتر من 27,000 ل27,200. شكاير كمبيوتر 25 كيلو، لو شكاير كمبيوتر 10 كيلو الطن بيزيد 100 جنيه. ده بالنسبة لسعر الرز الأبيض العريق. أبيض عريق كسر 5%، 26,5 و26 إلى 26,700 للطن من أرض المضرب، برضو بضاعة شكاير كمبيوتر. وطبعا النسب الكسر بالاسعار اللي انا بقولها لحضراتكم دي بتبقى نسب كسر مظبوطه وعريض صافي مفيش فيه خلط، ونسب كسر مظبوطه زي ما بقولها لحضراتكم في الفيديو. بالنسبه للعريض كسر من 8 الى 10% اعلى جوده، يتراوح سعر الطن من 25,800 الى 26 للطن من ارض المضرب شكاير كمبيوتر. ده بالنسبة للأبيض العريض. بالنسبة للأبيض الرفيع كسر 5%، بيتراوح سعر الطن من أرض المضرب من 23,5 ل23,700 شكاير كمبيوتر، وبرضه نسب الكسر تبقى نسبة كسر 5%، مش أكتر من كده. بالنسبة للرفيع كسر 8 إلى 10%، بيتراوح سعره من 23 ل23,200 للطن من أرض المضرب شكاير كمبيوتر. بالنسبة بضاعة الشعبي كسر من 20 ل50%، بيتراوح سعر الطن من 21,200 إلى 22,400 حسب نسبة الكسر وشكاير عادية. ده بالنسبة للرز الأبيض عشان الناس اللي بتشتري رز أبيض تبقى فاهمة الأسعار. ممكن الأسعار تزيد 200 أو تقل 200 حسب خدمة المضرب. في مضارب بتخدم خدمة عالية بأحدث الأجهزة فبيزيد السعر 200 جنيه أو يقل 200 جنيه على حسب خدمة المضرب. ده بالنسبة لأسعار الرز الأبيض. أسعار الرز الشعير اليوم طبعا توضيح بسيط بس للناس اللي متابعة للقناة. احنا في القناة طبعا أغلب الناس اللي بتتابعنا ناس فلاحين، كلنا فلاحين، بس أغلب الناس اللي بتتابعنا ناس فلاحين، فلازما بنوضح لهم السوق. وتوضيح السوق ده حتى لو بنوضح السوق بنسبة 80% أو 70%، فالتوضيح ده بيعرف ناس كتير السوق ماشي ازاي من اخواتنا طبعا الفلاحين، او حتى الناس اللي بتشتري رز ابيض ومتابعة الاسعار وعايزة تشتري. فمعرفة حال السوق بيوصل لهم معلومات طبعا حتى لو بنسبة 80% بيفهموها. انما مثلا لو انا اتكلمت بالالغاز او كتبت على صفحة بالالغاز محدش هيفهم حاجة ولا يستفسر من حاجة. فالهدف من هنا توعية الناس بحال السوق والدنيا ماشية ازاي في السوق، عشان بس الناس اللي بتعلق تقول لي الفيديو طويل او مش طويل. احنا قلنا كذا مرة في فيديوهات كتير احنا بنتكلم عن حال السوق والاسعار. اللي عايز يعرف الاسعار سهل بيقدم الفيديو يعرف الاسعار وخلاص. دي اخر مرة هنقول الكلام ده. اي حد هيعلق تعليق تاني ويقول الفيديو طويل او مش طويل، انا قلت لحضراتكم كذا مرة الفيديو طويل قدم واسمع اللي انت عايز تسمعه من الفيديو. ده نظامنا في تقديم المعلومات للناس ونظامنا في تقديم الفيديوهات. مش عاجبك النظام، في قناة تانية بتقدم الأسعار ممكن تتابعها. ده توضيح بسيط بس للناس عشان ما نرجعش في الكلام ده تاني. بالنسبة لسوق الرز النهاردة، في طلب في السوق على الرز الشعير والعرض متوسط من البضاعة في الرز الشعير الرفيع، لأن طبعا الشعير الرفيع
يعتبر على آخر الشهر ده هيتبقى نسبة قليلة جدا في الأراضي، نسبة ما تتعداش 5%، اللي الناس طبعا زرعها بعد البرسيم وبعد الفاصوليا. حتى أراضي الفاصوليا حاليا تم برضو ضمها ودراسها. فهو السوق الرفيع طبعا متوقع ان العرض منه هيقل في الايام اللي جايه. طبعا في متخزن، بس المخزن مش بيبيع الا لما بيكسب، عشان برضو الناس تبقى واضحه عارفه العرض الفتره الجايه هيبقى فيه ايه. ده توضيح للناس بالنسبه للاسعار. الرز الشعير الرفيع وصل للمضرب اليوم من 14800 ل 14900 للطن، وصل للمضرب. والأسعار على أرضه بتختلف من مكان لآخر في حدود 100 جنيه، بتتراوح أسعارها من 14500 ل 14600 تحميل وتنفيذ من على أرضه اليوم في الشعير الرفيع. والشعير العريض وصل للمضرب من 16400 ل 16600، وممكن الجديد يزيد 200، القديم يزيد 200 جنيه عن الأسعار اللي قلتها لحضراتكم حالا. والشعير العريض النهاردة تنفيذ على أرضه 16100 إلى 16300 للطن تنفيذ وتحميل من على أرضه اليوم. وبرضه ممكن أسعار في العريض تزيد توصل ل17، ده بالنسبة للناس اللي بتبيع للمستهلك للأكل. بالنسبة للشعير 79 السبعيني من على أرضه اليوم من 13800 ل 14000 حسب المكان. ده بالنسبة لأسعار الرز الشعير. بالنسبة لأسعار المخلفات سرس مطحون من 1100 ل 1200 للطن من أرض المضرب. سعر الكسر الناعم من 12600 ل 12800 للطن من أرض المضرب. وسعر الجون من 9800 إلى 10000 للطن من أرض المضرب. ده بالنسبة لسوق الرز وكل ما يتعلق بسوق الرز. بالنسبة لأسعار القطن، طبعا احنا بنقول أسعار القطن هنا الأسعار اللي ماشية متداولة بين التجار حاليا، إنما لسه مفيش مزادات ولا في شركات اشترت قطن. عشان الناس تبقى فاهمة، دي أسعار متداولة لدى التجار واللي بيخزن برضه. فاحنا هنتكلم عن الأسعار دي في انتظار طبعا الرسمي وانتظار المزادات. المزاد وجايب لي ناس كتير بتسأل عن الميعاد، واحتمال والله أعلم يكون يوم الأحد اللي جاي. لما نتأكد من الميعاد مظبوط هنقوله لحضراتكم. الأسعار بقى ماشية النهاردة لدى التجار. القطن الجديد بيوصل ل10500 للإنطار، جزء 94، وزن الإنطار 157 كيلو ونص. والقطن القديم من 10400 ل10500 للإنطار. القطن القديم حاليا قطن جزء 94 في انتظار زي ما قلت لحضراتكم المزادات واللي هيحصل إن شاء الله في المزاد. بالنسبة للذرة، ثبات في الذرة المستورد. البرازيلي ثبات في السعر 11600 صب المينا، والأرجنتيني ثبات في السعر برضو 11600 صب المينا، والأوكراني 11200 صب المينا. بالنسبة للصويا المستورد برضو ثبات في سعرها. صويا 44% بروتين 20500 صب المينا، وصويا 46% بروتين 21500 صب المينا. بالنسبة للصويا المحلي من 20700 إلى 21000 للطن لدى التجار اليوم. ده بالنسبة لأسعار الصويا. والذرة المستورد، الذرة البلدي قليل جدا السنة دي، المساحات اللي مزروعة ذرة بلدي، وطبعا في علاء تخزين. حتى الأبيض قليل جدا، فالأبيض النهاردة عامل البلدي من 12800 ل 13000 للطن لدى التجار وتنفيذ اليوم. والبلد الأصفر برضو نفس السعر أو يقل 100 جنيه من 12700 ل 12900 صب أرض من على أرضه اليوم. وده كانت حصلت برضو من فترة لما كان الذرة قليل، الأبيض بقى أغلى من الأصفر. بالنسبة لأسعار الفول البلدي، في طلب على الفول البلدي. التلاجات النهاردة البضاعة العالية بيتراوح سعرها من 5300 ل 5400 الأرداب الخام، ووزن الأرداب 155 كيلو. والفول المفروز بيتراوح من 39 إلى 40 للطن. المفروز سولوتكس شكاير معباة 25 كيلو
اليوم. ده بالنسبة للسوق النهاردة. الأسعار اللي معانا حاليا: الفاصوليا فيها ثبات من 57 ل58، والكراوية فيها ثبات من 47 إلى 48. وبكده يكون وصلنا لنهاية أسعار اليوم وحلقة اليوم. أشوف حضراتكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.